السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هاعمل لكم وصفة مقبلات جميلة جدًا. أول حاجة عندي بتنجانية هاحط لها معلقة من الملح واسيبها شوية، بعد كده هاغسلها من الملح وده بعد ما غسلتها أهو. هاقطعها مكعبات زي ما أنا مقطعاها قدامكم، هاقليها في شوية زيت يعني معلقتين 3 زيت كده ويعني على الخفيف كده. وبعد كده حابة تخلّيها مكعبات ماشي، حابة تهرسيها شوية، أنا بافضّل إن أنا أهرسها شوية، يعني هرسة خفيفة كده. سلطة البتنجان أو سلطة الأسود ده جميل جدًا، جميلة زي المقبلات تنفع معاكِ مع المشويات أو مع أي أكلة تحبي تاكليها، طعمها جميل جدًا وخفيفة. هنحط نُص معلقة من الملح أو ربع معلقة على حسب الذوق بتاعِك، هنحط عصرة نُص ليمونة، هنا فص من التوم، فص واحد من التوم. حابة تقلّلي أوكي ماشي، هنقلّبهم مع بعض. هنحط قرن من الفلفل الأخضر، لو عندِك فلفل ألوان حطي ماشي، بس هنا بالمكونات الموجودة عندنا. حباية ونص من الطماطم، سلطة خفيفة وسهلة وموجودة عندك في تلاجتك. بعد كده هنجيب معلقة من الخل، هنقلب مكوناتنا تاني مع بعض. تتقدم كده مع أكل شعبي أو مشويات أو أي أكل انت عندك، يعني طبق جميل جدا وشهي وبيفتح النفس. اهو هنا الفلافل أو الطعمية اللي احنا عملناها حطيناها جنبها، جميلة جدا وشهية. إذا عجبتك الوصفة متنسينيش في لايك وشير وسبسكرايب، وبالهنا والشفا.